شيء جميل انا واخوي الفنان وليد الشام اليوم يليق بينا ويليق بفننا ويليق بالعراق ان شاء الله. شكرا لحضوركم، شكرا لهذا التكريم، شكرا لحسن الضيافة. إن شاء الله يا رب ما تكون آخر مرة ولا آخر زيارة للمغرب الحبيبة، بلد الحب وبلد الجمال. شكرا لكم، شكرا لحضوركم. احنا مو قصة نطقنها، بالعكس احنا ولكن المغرب اليوم لهجتها غربي في العالم العربي. المغرب والعراق وكل البلدان العربية احنا عرب ونفهم يعني جزء من حركة الشفاء يفهمونا من خلال فننا، من خلال ايقاعنا، من خلال موسيقتنا اللي نعملها. وان شاء الله يا ربي يعني احنا جمهورنا اليوم اللي راح يحضر لنا راح يسمعنا وراح يفهمنا وراح يعرف شو نقول من مواويل ومن اغاني ان شاء الله. لحنيا تقدروا تاخذوا اغنيه مغربيه وتلحنوها بالطريقه غنيت انا بالمغربيه، غنيت باللهجه المغربيه وباللهجه الأصلية وباللهجه اللبنانيه. ان شاء الله يا رب اليوم نقدر نوصل اشياء جميله لجمهورنا المغربي اللي حاضرنا ان شاء الله. إن شاء الله. انا تاخيري في العراق هذا السبب، بس في اغاني كثيره طلعت للناس ما كانوا يعرفوها الحاكم العراقي، مثل اغنيه انا اللي عذبني حبيبي، في كثير ناس نسبوها لهم وهي ليست لهم. مثل اغنيه مهاجر في كثير ناس نسبوها لهم وهي ليست لهم. كثير مواويل انتشرت لي، ذكرتك والسماء غيمه اللي غناها من زبيد، ساعه وتغيب الشمس اللي غناها مثل الفنان عاصي الحلاني و يعني كثير اغاني وكثير مواويل تغنت لي، بس هي يعني سبب تاخير انا ما طلعت من العراق. يعني هي لا احنا ماكو منافسه، هي المنافسه اللي بيننا يعني حتى بين الفنانين لازم تكون منافسه شريفه، منافسه نحو الافضل يعني لازم ننافس حتى يعني اقول نحو الافضل يعني فالحمد لله يعني الاغنيه المغربيه اغنيه جميله، فنانيها الاصوات المغربيه يعني حتى المش فنانين في المغرب العربي اصواتهم جميله. يعني انا اقول المغرب عباره عن صوت جميل، يعني كل المغرب عباره عن صوت جميل، فاني اكون كل الاحترام للفنانين المغاربه والناس المغاربه والشعب المغربي. الشعب يحب الحياه، يحب الفن، يحب الفن ويسمع بدقه يعني. فاتمنى لكم كل الخير ان شاء الله والامن والامان لهذا البلد الجميل. الله يوفقك. أنا أحب الفن المغربي من زمان صراحة، أحب إيقاع 6/8 ديال المغرب. ومن زمان أنا أقول ودي أسجل أغنية مغربية، ودي أعمل هذا الإيقاع. لحنت بالأخير أغنية أحبها كلش اللي نزلت وحققت صدى كبير، هي مزيج بين الكلمة العراقية والخليجية واللحن الخليجي العراقي المغربي، وأصريت أن يكون الإيقاع هو إيقاع مغربي. الحمد لله هذا المزيج عمل شيء حلو. هو أنا ما أقول إنه لازم أعتز بفني العربي وأصر على إنه أقدم هذه الآلات الموسيقية اللي هي مختصة بالفن العربي أو الفن الخليجي أو الفن العراقي نفسه. إحنا دائما نطمح نسوي الشيء الجديد اللي مجتمعنا يفهم، مش المجتمع الغربي يفهم. إحنا ممكن نفهم لغتهم بالفن، ممكن، لأن الشعب العربي متذوق يسمع كل الألوان، لكن هم ما يسمعوا كل الألوان، يسمعوا فنهم هم بس. أنا ليش أقدم لهم فن؟ قاعد أقدم فن للجمهور العربي. أنا معاك أطمح للعالمين ممكن. ما هو طموحك للعالمية برضو علشان أولا تديهم طعم أو يتذوقوا بعض من هم اللي فاهمينه، فلازم تديهم برضو جزء من العربي مع الموسيقى اللي ممكن تلمسهم شوية. وهذا اللي قاعد نسويه بالألبومات، قاعد ننوع يعني اللغة لازم يعمل لغة، يعني ممكن يغني مع فنان أجنبي مثل ما يعمل تامر حسني أو شيء، يعني عشان يوصل يعمل أغنية عراقية أو مثلا عربية ما فيها مزج بين الكلام عشان يقدر يوصل يعني هذا الشيء.
بالنسبه لحياه اعمالك اللي هنسمعها طبعا بعد البومي الاخير اللي مع روتان، هذا الالبوم الثالث، سنين وسنين ومره صورنا اغنيه نحب لو ما نحب مع المخرج ياسر الياسري، وان شاء الله اجهز اغنيه دمعه مع المخرج فادي حداد ان شاء الله قريبا ان شاء الله. هي طبعا غنيتها بالمصري باللهجه المصريه، وغنيت باللهجه اللبنانيه وباللهجه المغربيه، ويعني ان شاء الله الالبوم القادم فيه لهجه لبنانيه. وطبعا الموال هو موالي، الجمهور يعرفني من خلال موالي، من خلال اغاني اللي قدمتها. اعتبر الموال هو يعني قصه قصيره توصل يعني عرفت كيف اوصل للناس، يعني اوصل معاناه اهلي، معاناه ناسي، معاناه المهاجر، معاناه الحبيب، معاناه الصديق، الاب، الابن. اغنيت كل الاشياء الجميله اللي تليق بي وتليق بالفن. احنا نحاول طبعا من خلال فننا ومن خلال الاشياء اللي نقدمها دائما نحاول، احنا لسنا سياسيين عشان نعمل شيء بالبلد او نغير اشياء. احنا كفنانين نحاول نزيح الهم عن اهلنا وعن امهاتنا الصابرات وعن اهلنا، وان شاء الله ربي عندنا عمل جديد راح يكون انا والفنان وليد الشامي، الان وليد الشامي راح يكون اوبريت على العراق، وحيقدموا معنا فنانين كبار. يعني احنا بصدد يعني نحاول جاهدين نجمع اكثر على الفنانين ان شاء الله، العراقيين والعرب، يا ريت ان شاء الله راح يكون لا لسه تجهيز ان شاء الله، لكن اتفقنا ممكن يعني يكون يعني احنا بين شعراء مثل كريم العراقي وكاظم السعدي، ويعني راح نتمنى الكل يساهم بهذا واحنا ما عاملينه بس للعراق فقط، لكل الدول العربيه اللي جاي تمر بهاي الاشياء بهاي الازمه ان شاء الله. اوكي الفنان وليد الشامي، كلمنا اليوم عن احساسك بالمشاركه للمره الثانيه هنا في المغرب، والمره مهرجان ضخم كمهرجان موازين. احساسك؟ أنا إحساسي جميل، حلم كان بالنسبة لي وتحقق الحمد لله. مهرجان عالمي كبير، وقف على خشبته كثير من النجوم العرب والعالم. إن شاء الله يا رب ما تكون آخر مرة. كنت وعدت في المره السابقه باغنيه مغربيه، فين وصل هذا المشروع؟ لسه وأنا لما أقول شيء إن شاء الله أكون عند وعدي يعني، لكن لحد الآن ما لقيت النص المناسب ولا الجملة المناسبة اللي أظهر بها. هذا بطلع شيء مميز على الأقل، يعني مختلف عن اللي قدمه سعد مجرد أو حاط. شو المفاجآت اللي حتقدم النهارده؟ الأغاني، بعض الأغاني اللي في ألبومي السابقة والسينجلز اللي نزلوا بالفترة الأخيرة، واللي ما غنيتهم في بعض المهرجانات اللي في المهرجانات السابقة، اليوم استغل الفرصة وأغنيهم في موازين. ممكن معايدة للأمة الإسلامية بالشهر الفضيل؟ أقول لكم رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير، يا رب يعود علينا بالسلام والمحبة والأمان. تحياتي لكم، شكرا. حاتم العراقي، إحساسك في الوقوف في مهرجان موازين هذه السنة؟ إحساسي جدا جميل. طبعا أنا اليوم هاي المشاركة الأولى في هذا المهرجان، مهرجان كبير، مهرجان يستحق كل حب وكل احترام، وأنا محضر اليوم إن شاء الله يا ربي أقدر أوصل صوتي العراقي ومواويلي العراقية لجمهور المغربي وللجمهور العربي من خلال موازين. أين تصنف الآن المواويل العراقية والتراثية من بين الأغاني الشبابية التي تطغى هذه الأيام؟ طبعا احنا دائما يعني نخلي من خلال الألحان ومن خلال التوزيع دائما نخلي الأغنية العراقية بين عيننا، ودائما نخلي الأغنية وتراثنا دائما نخليه من ضمن يعني من ضمن الألحان، يعني عشان تبقى الأغنية إلها ثقلها وإلها وزنها من خلال اللحن ومن خلال الكلام ومن خلال الأداء. فاحنا دائما مخلين الأغنية العراقية بين عيننا دائما. شو تحضيراتك للسهرة النهارده؟ اليوم طبعا محضر أشياء جميلة، محضر موال في حب المغرب، محضر أغاني طبعا اللي راح أغنيها اليوم، محضر من أغاني القديمة ومن أغاني الجديدة. إن شاء الله الله يقدرني وأقدم شيء جميل. كل عام وأمتنا العربية وأمتنا الإسلامية بألف خير، وإن شاء الله يا ربي رمضان كريم وينعاد عليهم بالخير والسلامة. تحياتي حاتم العراقي. كذا ما راكب مكناس أصيلة وجدة ويناس، تطوان طنجة قاتيل
تاج انت والله على راس، تاج انت والله على راس. يا المغرب يا جنة جيناك نزورك كنا، يا المغرب يا جنة جيناك نزورك كنا. اللي ما شافتها اللي ما شافتها كنا مشايف كنا مشايف المغرب احلى ديرة من طنجة لكويرة، المغرب احلى ديرة من طنجة لكويرة. حبك صعب تفسيره خلك ترى نتهنى، خلك ترى هيا الله هيا المغرب يا جنة جيناك نزورك كنا، هيا المغرب يا جنة جيناك نزورك كنا. واللي ما شاف التراب اللي ما شاف التراب كنا ما شايف كنا جنة المغرب فوق. الله فوق الله كازمرات مكناس أصيلة وجدة ويفاس، كازمرات مكناس أصيلة وجدة ويناس. تطوان طنجة قادير تاج انت والله على راس، تطوان طنجة قادير تاج انت والله على راس. المغرب أحب المغرب مثل أبد لا ما نحب، المغرب أحب المغرب مثل أبد ما نحب. نسمة هوا من نتهب الهوى محنة، الهوى فوق محنة. يا جنة جيناك نزورك كنا، هيا المغرب يا جنة جيناك نزورك. واللي ما شاف التراب كنا ما شاف التراب كنا ما شايف كنا ما شايف. واللي ما شاف التراب كنا ما شايف، واللي ما شاف المغرب كنا ما شايف.